غدا، وحين تقترب اللحظة، وحين يهدأ كل شيء من حولنا، وحين يحبس الزمن أنفاسه، سيسمع صوت واحد، ليس صوت ملعب ولا صوت جماهير فقط، بل صوت قارة كاملة ينبع من أرض المغرب مغربي. غدا لا نفتح بطولة، بل نفتح ذاكرة، ولا نعلن مباراة، بل نعلن بداية حكاية جديدة اسمها كأس إفريقيا. ومن قلب الرباط، من مكان يعرف معنى التاريخ، ينطلق المشهد من ملعب مولاي عبد الله. ساعة زجاجية مع رمل متدفق، انتقال هادئ. في هذا المكان لا تسمع فقط صافرات الحكام، ولا ترى فقط تحركات اللاعبين. هنا تسمع دقات القلوب، وترى أحلام الشعوب. ملعب مولاي عبد الله ليس بناء من حجر، بل صفحة مفتوحة من تاريخ وطن. استاد نبرة وجدانية عميقة. كم مر من زمن، وكم تغير من وجه، وكم تعاقب من جيل، لكن هذا الملعب ظل حاضراً، يحتفظ بالذكريات ويصون اللحظات. هنا بكى مشجع فرحاً، وهنا صرخ طفل باسم لاعب، وهنا تعلم المغاربة أن كرة القدم لغة لا تحتاج ترجمة. أحمر قلب كرة قدم. ساعة زجاجية مع رمل متدفق، صمت قصير ثم صوت منخفض، ثم جاء الغياب. سنوات طويلة، أبواب مغلقة، مدرجات صامتة، ومكان كان يعج بالحياة أصبح ينتظر. انتظار لم يكن سهلا، وسؤال كان حاضرا في كل ذهن: هل سيعود؟ وكيف سيعود؟ مطرقة، نبرة ثابتة، لكن خلف الجدران كان هناك عمل، وخلف الصمت كانت هناك رؤية. لم يكن الغياب نهاية، بل كان إعدادا لميلاد جديد، إعدادا لملعب يليق بالمغرب، ويليق بإفريقيا، ويليق بالمستقبل. كرة أرضية تعرض قارتي أوروبا إفريقيا، كرة أرضية تعرض قارتي أوروبا إفريقيا. نبرة فخمة، موسيقى ترتفع. واليوم يعود ملعب مولاي عبد الله، أقوى، أجمل، وأكثر جاهزية، بمعايير عالمية، وتقنيات حديثة، وتجهيزات تعكس طموح دولة تعرف ماذا تريد. عاد الملعب ليكون مسرحاً، وليس مجرد فضاء، مسرحاً لأحلام إفريقيا كلها. برتي وبر، إيقاع أسرع قليلاً، وافتتاح كأس إفريقيا من هذا المكان ليس اختياراً عشوائياً، بل رسالة تقول إن المغرب لا يستضيف فقط، بل يقود، ولا يشارك فقط، بل يصنع الحدث. يد تمثل المصافحة، نبرة إنسانية. المغرب لا يفتح أبواب الملاعب فقط، بل يفتح القلوب، يستقبل الضيوف بالابتسامة، وبالأمن، وبالاحترام. هنا كل منتخب مرحب به، وكل مشجع في أمان، وكل لحظة محسوبة بدقة. أسد، نبرة حماسية قوية. ومع بداية البطولة تحضر روح لا تهزم،
روح أسود الأطلس أسد. منتخب لم يعد يبحث عن المشاركة بل عن التتويج. لم يعد يلعب من أجل الظهور بل من أجل التاريخ. لاعبون يحملون القميص كأنه مسؤولية وطن، ويحملون الحلم كأنه أمانة شعب. نوتات موسيقية، صوت جمهور، تصاعد. وفي المدرجات تبدأ المعركة الجميلة. الجمهور المغربي الذي لا يتعب، الذي لا يصمت، الذي يعرف متى يصرخ ومتى يغني ومتى يصنع الفارق. هنا الهتاف ليس صوتا بل طاقة، والراية ليست قماشا بل هوية مغربي له. مغربي، نبرة فخر واعتزاز. بهذا الافتتاح يقول المغرب للعالم: نحن هنا، نحن مستعدون، نحن قادرون. نربط الرياضة بالتنمية، والتنظيم بالرؤية، والشغف بالمسؤولية. وما يحدث اليوم سيروى غدا وسيدرس لاحقا كجزء من قصة نجاح. له الذروة صوت قوي. غدا حين تضاء الأنوار، وحين تمتلئ المدرجات، وحين تنطلق الصافرة، لن تكون مجرد بداية بطولة بل بداية ذاكرة جديدة. ذاكرة طفل سيحلم، ولاعب سيقاتل، وشعب سيهتف. من ملعب مولاي عبد الله، من الرباط، من المغرب، نقولها بصوت واحد وبقلب واحد: مرحبا بإفريقيا، مرحبا بكأس إفريقيا. والمغرب كان وسيبقى دائما في الموعد مغربي له.